لو قلت لك إن في مبرمج معاه 30 شهادة وخسر الوظيفة قدام واحد معهوش غير مشروعين، هتصدق؟ الغريب إن ده بيحصل أكتر مما تتخيل، لأن أغلب المبتدئين بيقعوا في نفس الفخ. كل ما يخلصوا كورس يبدأوا كورس جديد، وبعده كورس ثالث، وفي الآخر يبقى عندهم فولدر مليان شهادات. لكن لما يجي وقت أول مقابلة يتسأل سؤال بسيط: وريني أنت عملت إيه؟ وساعتها الشهادات لوحدها مش بتجاوب، أما المشاريع فهي اللي بتتكلم، لأن المشروع بيوري الشركة إنك عرفت تحول فكرة لبرنامج، عرفت تواجه أخطاءه، عرفت تبحث عن الحل، وعرفت تكمل لحد النهاية. وده بالظبط اللي الشركات بتدور عليه. هل ده معناه إن الشهادات ملهاش قيمة؟ أكيد لا، الشهادة بتساعدك تتعلم، لكن المشروع هو اللي يثبت إنك فهمت. فكر فيها بالشكل ده: لو حد قالك إنه تعلم السواقة من الكتب، وحد تاني ساق العربية بنفسه كل يوم، مين هتآمن معاه وإنت راكب؟ نفس الفكرة في البرمجة، اتعلم بالكورسات، لكن ما تقعدش تجمع شهادات بس. بعد كل كورس اعمل مشروع، حتى لو بسيط، لأن المشروع هو اللي هيخليك مبرمج فعلا. دلوقتي قول لي، لو كنت مسؤولة توظيف، هتختار صاحب 30 شهادة ولا صاحب 3 مشاريع قوية؟ وليه؟ اكتب رأيك في التعليقات.